إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، لقد عظمت نعمة الله جل وعلا علينا أن بلغنا شهر رمضان، وقد شرح صدورنا للإسلام وحبب إلى قلوبنا الإيمان. هذه النعمة العظيمة أيها الإخوة الكرام، حرمها كثير من الناس أيها الإخوة الكرام. اليوم حيث بلغهم الله جل وعلا رمضان، لكن كانت صدورهم ضيقة حرجة، فما شرحت صدورهم للصلاة والصيام والقيام. هؤلاء أيها الإخوة الكرام من أشقى خلق الله تعالى إذا ماتوا على ذلك بدون توبة لله جل وعلا. عباد الله، كم هي عظيمة، كم هي نعمة الله تعالى عظيمة علينا، بحيث وفقنا للصيام والقيام. والله نحن في نعمة عظيمة أيها الإخوة الكرام. والله الذي لا إله غيره، لو سجدنا على جمرة من نار حتى تخرج أرواحنا من أجسادنا لما أدينا حق الله جل وعلا علينا. لو سجدنا على جمرة من نار أيها الإخوة الكرام. عباد الله، من شقاوة العبد أن يبلغه المولى تبارك وتعالى شهر رمضان ثم يعرض هذا العبد عن الله جل وعلا. من شقاوة هذا العبد أن يكون شهر رمضان شاهدا عليه لا شاهدا له. من رعى شهر رمضان رعاه الله عز وجل، ومن ضيعه الله تعالى. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذاني فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله على لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذ أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، والعراقيب الوتر أو الأعصاب اللي بعظام الرجل من الخلف أيها الإخوة الكرام، معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، والشدق هو طرف الفم يا إخواني، تسيل دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل أن يحين وقت الإفطار. هذا إذا كان قبل الإفطار حال، فكيف بمن يفطر رمضان عاملا متعمدا أيها الإخوة الكرام؟ لقد شاء الله جل وعلا أن يجعل شهر رمضان شهرا دوريا، فتارة يأتي في فصل الصيف، وتارة في فصل الشتاء، وتارة
فصل الخريف وتارة في فصل الربيع، وما ذاك إلا لحكمة بالغة من الله جل وعلا. عباد الله، إذا جاء شهر رمضان في فصل الصيف كان شهر رمضان محنة واختبارا يميز الله جل وعلا به الخبيث من الطيب، ويفرق بين الصادق والكاذب وبين المؤمن والمنافق. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يا عباد الله، جاءنا شهر رمضان في فصل الصيف ليكون اختبارا وامتحانا للأمة، فمن رأى نفسه أنه موفق بفضل الله تعالى فليحمد الله جل وعلا وليشكره. وعندما يأتي شهر رمضان في الشتاء يكون غنيمة باردة، ولكن في فصل الصيف يكون الأجر مضاعفا إن شاء الله تعالى، لأن الأجر على قدر المشقة أيها الإخوة الكرام. يا من وفقكم الله جل وعلا للصيام وتلاوة القرآن، أبشروا، وذلك من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يا من وفقت لصيام رمضان وتلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم، أبشر. وهذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. وهذه بشرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك أيها الصائم القائم التالي للقرآن العظيم بشفاعة الصيام والقرآن لك يوم القيامة. هنيئا لك أيها الصائم القائم وأنت تعيش هذه مع الكرب الشديد في شدة الحر. هنيئا لك جنة عرضها السماوات والأرض إذا كانت نيتك لله جل وعلا خالصة. أبشروا ببشارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدا. يا عباد الله، قولوا لمن أفطر شهر رمضان والقلب يحزن، ونحن نرى فتيات وشباب يفطرون جهارا وعنادا ومعصية لله دون سبب، وإن كان هناك سبب فالأصل أن يستتروا. قولوا لمن أفطر شهر رمضان وأعرض عن الله جل وعلا وخاف على نفسه من التعب والنصب وشدة العطش في شهر رمضان: لقد أعرضت عن شرع الله وأعرضت عن الصيام خوفا من عطش ساعات معدودة، وتجرأت على عصيان أمر الله تعالى. والله إن لم تتب إلى الله تعالى ولم تدرك رحمة الله تعالى فسوف يأتيك يوما تقف فيه في أرض المحشر وتدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، وسوف تخوض في عرقك ويشتد عليك العطش ولن تجد ماء يروي ظمأك، وإن اقتربت من حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة ستطردك شر طرد والعياذ بالله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطه أمة قبلهم: خروف فم الصائم أطيب من ريح المسك عند الله جل وعلا، وتستغفر له الملائكة حتى يفطر، ويزين الله كل يوم جنته ثم يقول: يوشك عباد الصالحين أن يلقوا
نقول لمن خسر نفسه وأعرض عن ذكر ربه جل وعلا وجهر بالإفطار نهارا بدون استحياء من الله تعالى ومن عباد الله تعالى، واسمع قول الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. يا من غرته الحياة الدنيا، يا من صار وراء هذه الدنيا ونسي ذاك اليوم وذاك الموقف أمام عدالة الله، عود إلى الله وتب إلى الله واستغفر الله جل وعلا. وأنتم يا عباد الله قولوا: الحمد لله الذي وفقنا للصيام، اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. ولا ندري أيها الإخوة الكرام، هل نبلغ ونبلغ آخر شهر رمضان أم لا؟ هل يا ترى ينتهي أجلنا قبل نهاية هذا الشهر أم يملئنا ربنا جل وعلا آخره؟ أعمارنا بيد الله جل وعلا، لا ندري متى تنتهي، ولكننا ندعو الله عز وجل أن يسلمنا لرمضان ويسلم رمضان لنا، وأن يتقبله منا سالما إن شاء الله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أما بعد أيها الإخوة الموحدون، هذا الشهر العظيم أيها الإخوة الكرام المبارك لم يكتبه الله جل وعلا ويفرضه علينا ليعذب العباد، إنما هو رحمة، ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه أيها الإخوة الكرام. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتب الله ذلك بيده عنده على العرش في كتاب. وأول ما كتب فيه في هذا الكتاب أن رحمتي سبقت غضبي. فرمضان لم يفرض من غضب، إنما فرض علينا من رحمة. لو علمت أمتي ما في رمضان من خير لتمنت السنة كلها رمضان، لما في هذا الشهر من خير أيها الإخوة الكرام. والله عز وجل قريب من المحسنين. لذلك أيها الإخوة الكرام، نصيحتي لنفسي ولكم أن نبادر ونكثر من التوبة في هذا الشهر العظيم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو جئتني بملء الأرض خطايا لجئتك بقرابها مغفرة ما استغفرتني ولم تشرك بي شيئا. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لغفرتها لك ولا أبالي. لماذا ينزل كل ليلة يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ الناس نائمون أيها الإخوة الكرام، سبحان الله، والطائعون ساهرون والعاصون نائمون. الطائعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والعصاة نائمون أيها الإخوة الكرام، وهو يتنزل في كل ليلة ليغفر الذنوب. نسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن يغفر له من مولى تبارك وتعالى الذنوب إن شاء الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، بعض الأمور على وجه السرعة. على الأمر الأول، فنحن في شهر الخير وشهر الصدقة وشهر العطاء، لكن في كل عام نحذر ونحن في بداية هذا الشهر هناك جمعيات ومؤسسات وهمية تأتي إلى الميسورين من أهل هذا البلد معهم قائمة بالأسماء ليجمعوا زكاة الأموال. وأنا أقول زكاة أهل الكفر
إلا بحالات ضرورة معينة، وكل شيء بالحساب وبالسؤال إن شاء الله، ويحسب حسابه إن شاء الله رب العالمين. لذلك هناك من يأتي مع وصولات جمعية إغاثة الأيتام، جمعية المكفوفين، جمعية كذا، كلها جمعيات وهمية أيها الأخوة الكرام، وهذا بعد فحص. فلذلك لا تتجاوبوا مع هؤلاء. هناك لجنة زكاة في هذا البلد، وهي عنوان للصدقات والزكوات أيها الأخوة الكرام، وفي كل مسجد هناك مكتب لاستقبال الزكوات، فبادروا لإخراج الزكاة والصدقات. وأهل كفر قرية حق فيها، فقراء كفر قرية حق فيها من هؤلاء الذين يتعاملون بالنصب والاحتيال على المسلمين في هذا الشهر، كما أن الأجور تضاعف أيضا الآثام والذنوب تضاعف أيها الأخوة الكرام في هذا الشهر العظيم. الأمر الثاني أيها الأخوة الكرام، نناشد إمامكم العالي أيها الأخوة الكرام، ونحن في هذا الشهر هناك عائلات مصدورة في هذا البلد، ونحن من خلال بيت مال المسلمين نناشد إمامكم أن تقدموا الصدقات. اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة أيها الأخوة الكرام، بنصف تمرة. لما جاء فقير إلى باب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأرادت عائشة أم المؤمنين أن تعلم جاريتها درسا، فلما طرق الباب وكان أمامها عنقود من العنب، أخذت حبة عنب وقالت للجارية أعطيه إياها. قالت واحدة، قالت ألم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنص تمرة أيها الأخوة الكرام. ولعل من باب النصيحة لا يمر عليك يوم في رمضان إلا وتصدق فيه، تتصدق في سبيل الله ولو في شيء، ولو في شيء أيها الأخ الحبيب. ضعه وانساه واذهب وما كان ربك نسيا، كله محفوظ. شيء أنت تحرسه في يدك، والشيء الآخر يحرسه المولى تبارك وتعالى لك فيضاعفه لك أضعافا كثيرة، حتى يربيه لك كما يربي أحدكم بلوه حتى تبدو كجبل أحد. فهذا باب من أبواب العطاء والصدقة للعائلات المصدورة في هذا البلد إن شاء الله رب العالمين. ثانيا نذكركم إن شاء الله رب العالمين أن الباب ما زال مفتوحا لكفالة حافلات لشد رحال المسجد الأقصى. وفي هذا الباب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أبناء الحج علي محمد علي مصاروي يتبرعون عن روح والدهم رحمة الله عليه بكفالة حافلة إلى المسجد الأقصى، جزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يكون في ميزان حسنات والدكم وحسناتكم إن شاء الله رب العالمين. ونذكركم غدا إن شاء الله رب العالمين أنه سيكون ضيفنا في صلاة التراويح الشيخ خالد الددة، فندعوكم جميعا للمشاركة في صلاة التراويح إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا صيامه وحبب إلينا قيامه وزينه في قلوبنا يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا من الباقيات الصالحات في رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم هون علينا ظمأه وجوعه وحره يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعل لنا في أوله رحمة، وفي أوسطه مغفرة، وفي آخره عتق من النار. اللهم أعنا على قراءة القرآن يا رب العالمين، واجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر يا رب العالمين هينين لينين لجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفر والكافرين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى من أيدي الظالمين، اللهم حرر الأقصى من أيدي الظالمين، اللهم حرر الأقصى من أيدي الظالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. عباد الله اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأنت يوم تقيم الصلاة أقم الصلاة يرحمكم.